عم الماحي 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 حيقول لكم كلام. شالوم. سلام كداد الدوم. هي نعم. أنا جار ساكن في خلاتكم دي وجيت أسلم عليكم وعايز أفتح نفاج بين بيتي وبيتك. تفتخ بالخاء. وانت بتين جيت لما عرفت النفاج؟ هليل النفاج والطاقة. بتعرف الطاقة؟ شوف حبيبي الماخي. الماخي اسمه الماحي، يمحوك من الخريطة. انتوا اي شيء عايزين تقطعوه وتغيروا معناه، مش كفاية غيرتوا خارطة الوطن العربي وقسمتوها لطوائف؟ ما مهم. المهم إنه أنا خابي أطبع معك ونعمل تبادل بتاع منافع. والله انت سمعتك زي الطين وما مضمون. نفتح لك نفاج نلقاك كسرت الحيطة وتطردني من بيتنا وتبقى علينا زي جدادة الخلا اطردت جدادة البيت. تبيت في الحراسة إن شاء الله والبلدين. مستر ماخي، جارك البيجاي فتح معي نفاج وجارك البيجاي برضو فتح طاقة كبيرة إلا أنت. وفتحوا على روح باب من أبواب جهنم. بالعكس، ديل هيستفيدوا من علاقاتهم معي كتير جدا. اسمع هوي، أنا ما عايز أفتح معك أي ملفات، لأنه الفتحوا طاقات ونفافيك ما لقوا منك نفاخ النار. أنت عينتك دي زي الزول اللي في جيبه عقرب. بتعرف العقرب؟ أنا خابي. أنا ما خابي ولا عايز أخبي بخبابك يخبك البلد يخف فيك الفيل. كده مستر ماهي أنت الخسران. أنا حأكتب قضيتي الما ببيعها إلا على جثتي. وتفضل اطلع برا. بس نحن مستر ماخي في الشارع. شارع بيتي مش أنا حر. عموما مستر ماخي أنا جيتك ومادي يدي وفاتح خدني وخدنك ومشايل معاك سكينة تغدلني بيها. سامخ، أقبل عمود ده فيه شوية أكل. معليش أنا صايم. مستر ماخي بس ليلة ما رمضان. أنا بصوم كل اثنين وخميس. ممكن ترجع عشان عايز أقفل الباب ده ومعاك ما عايز أي نفاخ ولا نفاج ولا فرفار. أبقى مالك. هش أسكت، خليني أتكلم في التليفون. حس نلقاها منك ولا من الكهرباء. الرجاء يتخار رقم العداد. سمح، هو رقم عدادنا كم؟ أيوة وحاطل حفظته يا هذا. مكالمتك رقم 89. الرجاء الانتظار قليلا. سمح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخيرا رديته. لو سمحت ممكن نسمع مشكلتك؟ مشكلتي؟ انتوا المشكلة تكون شنو؟ يا اخي الكهرباء عندنا قاطعة من العصر لحد هسه ما جات. منزل رقم 94 جنب الجامع والكلب الوالدة. ده قطع عام. كذاب مو عام. نحن اميتنا ضربت وبلغت قبيل. يا اخي نحن الكهرباء دي ما بندفع لكم مقدم. كان ما عايزين توفروها خلونا نشيل قروشنا ونمشي منكم. كهربتكم اللي بتشتروها بتستهلكوها كلها. قول ما شاء الله. كمان عايز تنجحنا؟ هسه انا من نمس بقطوعاتكم دي ما قادر استهلك لي 10 واط. عايز يستمع. المرة مشت مناسبة وسوت لنا ملاح. يرضيك ملاح الرجل يبوظ؟ نص ساعة وكهربتكم تجي إن شاء الله. الو، مرحب بك. يا اخي النص ساعة تمت وانتوا ما جبتوا اي كهرباء. انت منو لو سمحت؟ ما الثلاجة الله؟ انا ما بتاع الملاح بتاع الرجل في الثلاجة. القرب يبوظ. والله يحتاج تخلوا كهرباء دي ونرجع تاني للمشلعيب. بتعرف المشلعيب يساعد بك البلع. يا اخي نحن ما فاضيين يا اخي. لو عندك بلاغ قولوا. بلاغي قلت ليك قبل لما كنت 89. اوكي ادينا ربع ساعة وحنحل لك مشكلتك ان شاء الله. ويساتو كنت نسوي بشنو يا رب. انتهى الزمن وناس كونديل ما جونا. اتاريكم ضاربين الكندسة دي وما حاسين بينا. نحن الحلف فسخنا. هفوبك يا الله. ايوه اي صح. هم الصيب صلحوا لكم في امنيتكم. الاميل بس صلحوها بيجاي يمشوا بيجاي تضرب تاني. ولما تحلوا لنا المشكلة المحول نحن جبنا لك كونديل. ديل شنو؟
دي المملحاتنا في الثلاجة رجلة جبال. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. بسم الله يا هوي كرتون تقديم هرنجة ابد. لا ما تخاف، دي سوسو بتكون قاعد. سوسو دي منو كمان؟ دي السلحفاة حقتي. ليه زمن ما شفت ليش الحفاة كي طلعها نشوفها هنا. اوكي. هاي وما الحفاة تقدر شكلها غريب كده من سلاحف وين انت؟ ما تكون من سلاحف النينجا. والرقم ده شنو كمان؟ ده رقم الشاشة؟ يا خال دي ما سلحفاة عادية، دي مدربة وبطلة قومية. دي؟ يس، انا هسي ماشي اشارك بيها في سباق السلاحف، بس محتريو؟ ماشي شارك بيها برا السودان يعني؟ لا يا خال، السباق ده يوم الخميس. وبنتهي الجمعة. يا ابني الناس هسه عايزين يمشوا يسكنوا المريخ، انتم باري لي الفارغة يا ابني. الزمن اللي بتباروا فيه والسلاحف دي يا اخي كان عملت لكم افكار للسودان بكره مش احسن عليك الله. بعدين انتم شغالين صراعات حزبية، اي زول يفكر في حزب يكسب كم من الكيك، والبلد ما فيها زول بيفكر الا الاحزاب صراعات مع بعض عاملين زي سباق السلاحف بتاعكم ده، لا هم بيصلوا لا بخلوا البلد تتقدم. صح، بس يعني لو الأحزاب دي اتصارعت على إنها تفوز وتخط الله أولا والوطن ثانيا والله كان البلد دي مشت. بس أي حزب يقول يا حزبي بس انتوا المؤخركم تمسكوا في الفارغة. يا ربي أحلى أنا نايم ولا صاحي؟ أحلى أنا بنظارات ولا بدون نظارات؟ الزمن اللي بيتقضوه في الفارغة ده كان هسي اخترعتوا فيه شيء والله السنين. الزول لو راكب المواصلات تلقاه بيصنع له في موبايل. قال شنو؟ سباق سلاحف. الله تسبقكم تكتلكم نفر. يا خال انا انت احسن تكسب زمنك وزمن السلحفاة دي وتمشي تجيب الملح براك. ملح شنو؟ الحيوانات زمان عملوا رحلة ونسوا الملح، رسلوا منو؟ أبو القدح. قاعدين ساعة ساعتين 3 ساعات والقدح ما جاء. الثعلب قال لهم نحن أحسن ناكل. عايزين ياكلوا كده. أبو القدح ظهر من ورا الشجرة قال لهم أساسا أنا ما مشيت. هي السلحفاة ما لبكت لأنه نوعينتكم دي هي بتأخر ركب السلاحف من اللحاق بالعولمة. جيبوا الملح. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة يا عم الماحي. الليل عاوز لحمة والله مقاطع. عليك الله أدي الكديسة دي ربع عجالي جدا. الحمد لله عليكم. الله يعيد عليكم إن شاء الله. غاية والله انتوا اسم عليه مسمى. جزارين شغالين فينا جزر تقيل. البهايم دي ماكلة من مراعي طبيعية والمويه تجي من السما مطرة. مغلين عليه يا أخي. سمع أنا ده ربع تاني يا أخي. جدا يا عمك. نحن البهايم دي لما انتصلنا بتكون شالت ضرائب وجبايات وخشت سرخانات وضباحين شغالين فينا ضبح تقيل. الواحد فيهم بيضبح البهيمة الواحدة بالشي الفلاني. عشان كده ما في زول حيجيكم ويشتري منكم، وكلنا كمواطنين مع حملة الغالي متروك، ولحمتكم دي اللي تاكلوها انت براكم. سلام عليكم. تعال يا حاج. ماشي وين؟ فيش نازل بتكويك مار؟ جيب حق اللحمة اللي اكلتها الكديسة دي. انا اشتريت منك لحمة؟ انا مقاطع يا زول. انت ده مش كل ما الكديسة دي تقول مياو 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 انت بتقول لي اديها ربع كيلو؟ وانت ده بتعرف لغة القطط؟ لا ما بعرف. طيب انا كنت مجرد مترجم. مياو لا مياو على واجب. عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي هاك اديني كيلو سكر. جيب تاني 10 يا حاج. 10؟ ليه؟ الكيلو ب40. بس لكن أنا أمس اشتريته منك ب30. يا أخي ده كميس، الدولار طار السما يا أخي. الله يطير السما تطير ومترك. خلاص تاك امسك ادينا أمرنا لله.
الو، في شنو يا تلمى؟ جونا ضيوف؟ ما انا نزيد السكر ولا شنو؟ خلاص حاضر. هاك عليك الله، اديني كيلو سكر تاني. جيب تاني 10. ليه كمان؟ زاد 200. اشتريت منك كيلو ب40، اتلفت كذي طوال لقيته زاد. والقال لك اتلفت منو يا حاج؟ نتلفت ليه بكاك؟ يا اخ مالك يا اخ؟ ما تنوم معاكم يعني؟ تنوم كيف وانا وراي صف طويل واقفين منتظرين نصرف قروشنا يا اخي. السجود صرفتها، هتسوي بشنو؟ وانت مالك يا اخي؟ يا ابني القروش ما عندها قيمة، احمد الله على نعمة العافية والصحة. انت داير تديني قروشي ولا لا؟ انتوا طوالي دايرين 200 حتدونا. لو قلت لك شي بتصدقوا؟ قول. انا لي اكتر من كم شهر غير الكهرباء ما دخل علي جنيه. انا هين الخزنة الكبيرة بتاعت ابوي ذاتها فضت، والسبب انتوا زي ذاتكم. نحنا؟ انتوا شلتوا قروشكم كلها وبقيتوا ما بتوردوا. لا كيف يا يما يا هوي، شيل بطاقتك دي امشي بيها مول اشتري بيها كهرباء، لكن تشيل مني قرش ما عندي ولا ابو النوم. وكلم معاك الناس ديل واقفل الباب وراك وتفضل من غير مطرود. عايزة تيم نومتي؟ يعني اقنع؟ من الليلة اسمي الوراد الآلي، عايز تدفع شبكتي فل. وكان عايز اسحب. الله يدينا ويديك. كر عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. شوفوا هنا ده قبال ما نتحرك تدفعوا لنا 20. قول بسم الله كده، دور واخلص العربية. وليك الله يا عمك ما تكفيلها معانا. يا ولدي طلع لي من التلفون ده رقم ام احمد باقي بوك ونظارته ما لاقيها ونظره ضعيف. شوفوا هنا يا بشر، انا كان ماضي منطقة حقي ما بتحرك، ما تقول لنا التعريفة وما التعريفة. وهي تعريفها بكم؟ هو في ضل شغال بيها يا اخ؟ والله على قولك يا حليل التعريفة. هنا كان بتفتش لك في إبرة في كومقاش كان لقيتها. أقول لك أم أحمد يا حاج ما تخارجنا يا أخ. أها خلينا ديل الدوق. ما فضلت إلا أنت والشاب الجنبك ده. أنا ما أعرف الناس ديل بيدفعوا لك باستسلام كده ليه؟ كان عايز تدفع أدفع يا أخي، كان ما عايز تدفع يا أخي انزل يا أخي، انزل يا أخي، شوف لك مواصلات تانية. ده كان لقيت. ما لقيت أم أحمد دي يا خال؟ كده قول لي الأسامي في الليستة. جادين؟ الجادين تغطسوا الأسامي بتاعت النسوان. صفية؟ بس لك صفية دي ما أم أحمد يا ماما ثقف. أضرب لك ليها؟ ما عندي رصيد، بس كنت عايز أعرف إنها مسجلة عشان كان ضربت لي ما أرد. يا عمك يا تدينا يا تنزل، خليه بدفع عليه وأنا. لا يا ابني أنا ملتزم بالتعريفة اللي وضعها الدولة. لناسي وين؟ في محطة بان نقر ركبت منها ذاتها يا أخي. بس قرصة أنا نازل دي محطتي ودي قروشك حسب التعريفة 5 جنيهات. بس يا حاج شوف نحن لا بناكل حق زول ولا بنرضى زول ياكل حقنا. الحق حق الحقة تكتيكم. الليلة داير احكي لكم حكاية حاجة كنا بناكلها زمان، بدت في اليوم مرتين، تاني بقينا ناكلها في الأسبوع مرة، تاني بقت في الشهر مرة، هسه بقت في السنة مرة. الحاجة دي لونها أحمر ولينة، ولما يشووها بتبقى سيئة وبسووا منها الملاح. ملاح يعني شنو؟ انت الملاح ذاته ما بتعرفه، تعرف شنو طيب؟ البيتزا. بيتزا؟ انت ولد منو في ولادي انا؟ انا مع ولد احمد. احمد منو؟ اتذكرت نحن كنا بنقول في شنو؟ كنت بتحكي لنا على حاجة بيشووها وبسووا بيها الملاح
أنا عرفتها يا جدو. انت فيهم، انت والمنو؟ أنا واتسنة بنتك. اها عرفتها؟ طوالي ماما بتعمل لنا بيها الملاحات. كل يوم بياكلوا من الحد باللحمة والعظام يا سنة ما بترسليه لي. انا بكرة جاي اتغدى معاكم، كويس؟ كويس، بس يا جدو الوصفة الكتو ده ما بيشبه الحاجة اللي بنعمل بيها الملاحات، يعني ما بتتشوي براها. انا كان عظام ما مالك منكم. ولا فيها عطام. هذا شنو كمان؟ المرقة يا جدو. ملقى امرك والعبوا برا، يلا. اها، انا اليوم تحدثت اليكم عن اللحمة، وبكرة ان شاء الله حونسكم عن الفراخ. الله يستر ما يجي يوم اونسكم فيه عن المرقة. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. يا ابوي هدمه كويس السي. ما كويس ولا شفت الكواسة، عيوني ليل وجعتني وجسمي كله ينتح. انت مش احمد ولدي؟ اها ما عرفت. اليامات دي بيجين لك دكاتره وادويه. قول ما شاء الله. المره اللي فاتت لفينا بيك على كم دكتور قالوا ما عندك اي. ما شطر وما بعرف، انا مشخص مرضي بلاي. هم كانوا عارفين بس يكتبوا لي الادويه انا بصرفها. انت بقيت تشرب الدواء اكتر من المويه. احمد الله اني لسه قادر اشرب. انا خايف يحصل لي الحصل لسليمان، عشان كذي بحب الحق روحي اول باول. هيا الماحي مالك بيه جاي؟ عثمان مالك ماشي عادي كذي وشكلك زي ولاد العشرينات. يا اخوي انت كنت مقرش؟ ده عمك عثمان اكبر مني بسنه كامله. سنة و6 شهور يا ابني، بس أنا محافظ على صحتي، بتريض الصباح وبفطر فطور بسيط خالي من الكوليسترول، بالرغم من إنه ولدي راشد يعني دكتور ودي عيادته. ومالك ما تمشيله؟ تذكر جمال؟ اي الله الله يرحمه، ماله؟ ولدي ده دخلوا عملية حصل له خطأ في التخدير ومات طوالي. دكتور راشد؟ وابني طبعا أنا مشاركه في العيادة، وهو بالجهد وأنا بالمال. هسي الحمد لله نسبة أخطائنا الطبية بقى 70% بس. الماحي اسماعيل الماحي. الماهي ما في. وين ما لي علاج؟ انا لقيت خلاص علاجي في الرياضة والحليب. هوب 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 هوب. بتضحكي معايا يا بنت؟ ما استغنى يا أنكل. أنكل منو؟ أنا قصدي يا عمو. تعمل اللي لا يتعولك، استغفر الله. الو كيف يا جامد؟ انا هسه هدر والله قام من النوم. اي من النوم يقوم بك لغم التار كذاب. ألو مامي، أنا في المحاضرة. برجع لك يا مامي. الله يا عمك، العربية دي أصلي في الورشة، عايزة ليها قضي زي أسبوع عشان تتصلح. الو الزول ده كذاب ومنافق، والعربية دي لا في الورشة ولا شيء. يا اخي ده سارق النمرة وزايد التعريفة كمان. تجاسي. نحن تقريبا يا نايمين في البيت، يا في المحاضرة في الجامعة، يا في الورشة بيصلح في عربيتك الماء بايظة، وعربيتك حاستلمها أنا عمك سواق قديم يا فردة. الماحي اسماعيل الماحي يحييكم. وبعد أنا استلمت الحافلة بدل من السواق الكذاب، وأتمنى لكم رحلة سعيدة بالتعرفة القديمة، والطلبة مجانا. نحذر الركاب من الكذب بالتلفون. يا عمك قطعت الإشارة حمراء هاي. أنا الاسطوب ده ما شايفه. لا 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 بدل ما الحيطة خبطك يا ابن إن شاء الله تموتوا. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. هش هش. أسكت يا خليني أتكلم في التلفون.
هسه نلقاها منك ولا من الكهرباء؟ الرجاء إدخال رقم العداد. سمح، هو رقم عدادنا كم؟ أيوة وحاصل حفظته هذا. مكالمتك رقم 89. الرجاء الانتظار قليلا. سمح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أخيرا رديته؟ لو سمحت ممكن نسمع مشكلتك؟ مشكلتي؟ انتوا المشكلتكم شنو؟ يا اخي الكهرباء عندنا قاطعة من العصر لحد هسه ما جات. منزل رقم 94 جنب الجامع والكلب الوالدة. ده قطع عام. كذاب مو عام. نحن اميتنا ضربت وبلغت قبيل. يا اخي نحن الكهرباء دي ما بندفع لكم مقدم. كان ما عايزين توفروها خلونا نشيل قروشنا ونمشي بينكم. كهربتكم اللي بتشتروها بتستهلكوها كلها. قول ما شاء الله. كمان عايز تنجحنا؟ هسه انا من نمس بقطوعاتكم دي ما قادر استهلك لي 10 واط. عايز يستمع. المرة مشت مناسبة وسوت لنا ملاح. يرضيك ملاح الرجل يبوظ؟ نص ساعة وكهربتكم تجي ان شاء الله. الو مرحب بك. يا اخي النص ساعة تمت وانتوا ما جبتوا اي كهرباء. انت منو لو سمحت؟ ما جبت الثلاجة الله؟ انا ما بتاع الملاح بتاع الرنجة في الثلاجة القرب يبوظ. والله احسن تخلوا كهرباء دي ونرجع تاني للمشلعيب. بتعرف المشلعيب يشعل بك البلع. يا اخي نحن ما فاضيين يا اخي. لو عندك بلاغ قوله. بلاغي قلت ليك قبل لما كنت 89. اوكي ادينا ربع ساعة وحنحل لك مشكلتك ان شاء الله. ويساتو كنت بشنو بربع. انتهى الزمن وناس كونديل ما جونا. اتاريكم ضاربين الكندشة دي وما حاسين بينا. نحن الحلف فسخنا. هفوبك يا الله. ايوه اي صح. هم الصيب صلحوا لكم في اميتكم. الامية اللي بيصلحوها بيجاي يمشوا بيجاي تضرب تاني. ولما تحلوا لنا المشكلة المحول نحن جبنا لكم ديل. ديل شنو؟ ديل مبلحاتنا في الثلاجة رجلات جبال. انت يا الماحي الاولاد والبنات ديل مالو قاعدين كده ما يخجلوا؟ شايفاهم ديل كلهم طلبة بيقولوا في الجامعة جنب الكافتيريا دي. لكن قعادوا في الكافتيريا اكثر من قعادهم في قاعة المحاضرات. كل يوم بيجي ياكلوا؟ يا ريت لو بياكلوا الاكل مفيد للجسم. ديل بيجوا يكذبوا على بعض. يعني ديل كل ما يوم كذابين يا الماحي؟ اسكت ما تفضحينا. والله الليلة ما بسكت يا الماحي. يعني انت جايبني هنا عشان تكذب علي؟ اكذب عليك كيفين ستارتك ما شفتها. ونحن من اتزوجنا بدينا صادقين. يا اخي انا لا كنت بعرفك ولا شفتك. اهلي اختاروك لي. والله لما شفتك يوم العيس الحمد لله. مالي؟ هاي والله سماحة جديدة يا صفية. الله يغفر لك. يعني انا حس شينا؟ العفو يا صفصف. ما قلت كده بس انا كان قصدي انه البنات انا على بقول شو على الفئة الثالثة ديل لونهم ماصلي وعيونهم عدسات وشعرهم تركيب. مرة واقف في المزرعة جنبنا دي صبت مطرة. كان جنبي بيت المطر دقتها لك دقة مسافة طويلة. اتلفت ما عرفتها. قلت لها عليك الله يا ابني ساعتك كم؟ تعرف يا صفية هسي الاولاد والبنات دي كلهم بيكذبوا على بعض. انا هسي ممكن اعمل فيهم مقلب. كيف؟ دقيقة. الو اهلين وسهلين. بس حابي ابلغك انه بنتك قاعدة في كافتيريا الجامعة مع ولد وانا هسه هناك. اجي الماحي الاولاد دول جروا بسببهم انت مالك جاري. هسه رجالي مالي. عم الماحي حيقول لكم كلام. طالب من الله اي حاجة. والله عايزين مني علاجات بتصل ل 1253 جنيه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت يا ابني تعبان شديد. انت لازم ترتاح. اقعد عليك الراح
اشرب لك عصير. ما عايز، انت بس اديني اللي فيها النصيب. النصيبة انك احتمال لو ما لقيت الادوية دي هتقع بالدلوب هنا. اهلك وين نضرب لهم يجوا اديني رقمهم. عبيد شنو؟ قصدي هم بعيدين، انا جيت هنا للعلاج. ابشر وهتتعالج طالما وصلتني، نحن برضو بشر. يا حاج انت ما تتعب نفسك، جيب اللي بتقدر عليه وخليني امشي. لا انت مفروض تمشي معاي، لانه روشتاتك دي بتوري انك انت ملجن شديد. انت اديني القروش بتاعت الدواء دي وانا باكلها، قصدي اشربها. يا اخي انت ما تتعب روحك. انت جيت لعمك الماحي ما بتطلع ساكت. فك يا حاج يا اخ، داير ادينا، ما داير تدينا خلينا نتفكفك يا عمك يا اخ. فك كيف وانت مريض؟ يا اخي فيك يا اخي، بمسكتك دي انت حتمرضني يجد. ايوه يعني انت ما مريض ولا شنو؟ انا كذاب يا ناس الكافتيريا هوي، انا كذاب. فكوني يا اخي من الكماشة دي. انا كنت عارف انك كذاب، مين ما شفتك ابريويس. فك ورشتاتك هاي خليها معاك يا عمك، والشحدة ذات خليتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا عم الماحي تفضل اجلس. هاك الطلب ده اقراه. فيه شنو؟ يعني اقرا لك ولا شنو؟ اقرا انت. طيب انت طالب ترقية؟ وماله؟ اي موظف في الخدمة المدنية كل ما يتم فترة بيرقوه وبيحفزوه. انا عايز حقي منكم. بس انت نزلت المعاش والدولة محددة ليك معاش محدد. يا اخي انا لي 11 سنة من ما نزلت المعاش ما رقيتوني ولا اديتوني علاوة. رقيك كيف يعني؟ يا اخوي ما استطعم تصفوقي. يعني مثلا يكون في معاشي نزل في الدرجة 14 ترقوه للدرجة 12 عشان تشجعونا على العطاء. بعدين اي شيء في السوق زاد، الاسعار كل يوم زايدة الا معاشكم ده واقف في محله. يعني يرضيك انه معاشي يكون 600 والموظف اللي كنت مديره زمان ما هيته تكون 3 مليون؟ يا عم الماحي احنا ما مسؤولين من زيادة معاشك، حصل يوم اتأخر عليك. بس قبال صرفه بيكمل، عامل زي حلاوة قطن، قبال تذوق حلاوتها تلقاها راحت. بصراحة كده أخير عدمه. يعني انت حسب كلامك ده بتقول انه معاشك ده لو ما بيزيدوه ليك ما دايره. اكزاكتلي بالضبط كده، واكيد هتفقدوا خبرة جيدة زي في الصبر على المعاناة والوقوف في طابور الصرف. نحن بنعتبر انه طلبك ده استقالة من ارباب المعاشات وقبلناه. يعني شنو؟ المعاش الشوية ده حنريحك منه ونسحبه ونعتبرك متنازل عنه تماما. لا يا اخي ما قصدي كذي. عين انا ما قلت شيلوه ولا استغلته، انا قلت يعني بالرغم من اني شوية لكن يجيني في جرح، بس عايزكم تدونا معاه بدلات شنو؟ بدل ما نمشي نشحد كده. عم الماحي حيقول لكم كلام. يا ظهر ركبتي. يا ابو مالك ومبارح دي انا خليتك كويس. ما كويس الحمد لله. باقي لنا فرين والعيش يطلع. قطع فيني قبال اشتري رغيفة. يا ولدي مشيت اجيب رغيف من الفرن الثاني، قالوا لي الا جي زولي ورد ليك طلع بس. يا ابوي رغيف شنو اللي وردوه؟ والله يا احمد يا ولدي دي حالته من نمس. لا بعرفه كبير ولا بعرفه ملا، وقعوني عشان يركبهم. الدولار نزل ولا لسه؟ مرات الملاريا دي ما بتصهر، انا بقول حقه نديه علاج الملاريا. تزكية رقم 255 النافذة 9. زحولينا نديه جريه. اقعد عليك الله يرتاح عليك الله يا ابوي ارتاح. احسن يا امي نحن نديه حقن الملاريا. اجي يا ولدي حقن شنو ندي عليه؟ علاج ملاريا بدون ما يغرروا له الطبيب يا ولدي؟ يعني نخليه ساكت كده؟ نخلي الرغيف ناكل كسرة، نسيب المواصلات نمشي كدر.
لكن القروش دي نخليها نجيب بدل شنو؟ الإلكترونيات. المشكلة في الشبكة الطاشة دي. يا جنى في زول جاي يورد ولا لسه يا جنى أحمد؟ والله نفسي أشوف لي قروش قبال أموت أشمها زي. اتفضلوا. السلام عليكم. مال الماحي إن شاء الله ما عنده عوجة. والله تعبان من بالليل يقول كلام برا من راسه. ولا علي الماحي. المرة اللي كنت شهدتي كان فيها صغيرك الجايبية المرض منه. أنا من سمعتها جيت أقوم بالواجب. دي حاجة بسيطة كده يمكن تحتاج لأدوية وكده. قروش كاش قروش كاش وحاط الله بقي شديد. جايبي ده آخر جنيه دخلوا قبا شهر. يعني ما عندك ملاريا يا أبوي؟ ملاريا؟ هو في ملاريا أكتر من الفلس ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. اتفضل يا خال. هوي أنا ما جاي أقعد، أنا جاي أفتح بلاغ. عاوز تفتح بلاغ في منه؟ في رقبتي دي يا خسارة، كنت مخشوش في روحي وقايل نفسي شريف وباكل لقمة شريفة، لكن لقيت روحي حرامي. يلا نادي العسكري وودوني الحراسة. نحن عندنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب والاعتراف سيد الأدلة. طيب يا خال. يا ولد أنا ما خال، قلت لك أنا حرامي. يا أخي أنت مش حرامي، ورينا جريمتك ارتكبتها وين وكيف، لأنه بعد ذاك حتمثل الجريمة. لكن أنا ما بعرف أمثل. يعني تلبت بيت ناس؟ حاشا، الماحي يستحيل يدخل بيوت الناس وينتهك الحرمات بدون استئذان. نشلت زول؟ أفو أنا أنشل؟ أنا كان لقيت قروش واقعة برجعها. طيب اختلست؟ أزولها أنا النظر ده ما بختلس. طيب ورينا سرقت شنو يا أخي عشان نطبق القانون عليك. شوف أنا يا ولدي يعني معاشي حوالي 800 جنيه وحرباشات، ومن صرفاتي في الشهر أكتر من 3000. يعني جبت الفرق بتاع القروش ده من وين؟ أنا قدر ما حسبتها جاي وجاي لقيت إني حرامي، وسألت نفسي من أين لي هذا. يا أخي في حيتان وقطط سرقوا نص البلد دي وضميره ما يتحرك شعره. لكن أنا داير السجن عشان أبقى عظة لغيري. طيب يا عسكري دخلوا الحراسة بتهمة اشتباه. طيب دقيقة، قبال أدخل الحراسة ممكن أتصل بصفية زوجة المصون؟ اتفضل. هلو صفية، عليك الله تشوفي لي محامي كارب. تخيل يا صفية بعد العمر ده كله أنا لقيت نفسي حرامي وحرامي كبير. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. يا أحمد أنا جاي ومعايا الورق، بس ثبت لي المحامي ده دقايق وأكون معكم. ركشة. اركب يا حاج بيسورة اركب. ما بركب، انت مالك مبلم كده؟ خايف. ما قلت لك شكلك سوابق؟ ما سوابق ولا شيء، انا خريج وما لقي الشغل، شغال هسه مسارقة. سارق الركشة ولا شنو؟ حرامي. يا حاج يا عليك الله ما تجيب لنا الهوا يا. انت مش اعترفت؟ افهمني انا جوكي زايا. جوكي؟ يعني شنو جوكي؟ يجوكوا بك كده يا بنبطل. يعني بشتغل بشيل حقي وبورد. يعني سواق؟ طب ما تتكلم عربي جايطة مالك اللغة دي، معناها انت بتدي الجلابي. يا ريت يا انا شغال مع جوكي وشغلوا جوكي اشكك منه، كل واحد بيورد للتاني. للآن انا الجلابي ده ما شفته بعيوني. يعني انتم مجككين الجلابي؟ والجوكي الاصلي وين؟ في الجنبة بيلعب ليدو. ومبلم كده خايف من منه؟ كلنا كمجككين يا عمك بنلف الشال كده، كان الجلابي عرف ركشته ما ينقشني. عين المشوار ده توديني ليه بكم؟ بس الليلة في حملة يا، عشان كده حنمشي بالزقاقات لأنه أنا ما عندي رخصة. والله يا ولدي أنا متعاطف معاكم كشباب مجكك، بس أنا مستعجل عشان كده ما تعطلني أمشي بشوف زول غيرك. يا الحايمين ديل كلهم مجككين. عين يا ولدي أنا عندي رخصة ومستعجل وعندي لك فكرة. اللي هي شنو؟
ابوي اتأخرت مالك وليه ما بلم كده؟ مجكك. هاي ده شنو ده كمان؟ ناس الكهرباء دار بالليل؟ انت مجنون؟ ده حلم، اي حاجة في الحلم ممكن تكون حاصلة. خلاص سمع خلينا اتفشى شوية. يا اخ ما ترد يردك البلا، هسه يصحوك من النوم تقول يا ريتني لو ما صحيت، كنت داير اعرف هيحصل شنو في نهاية الحلم. خلاص اسكت انت ده، اسكت الحلمان انت ولا انا؟ الو الماحي اسماعيل الماحي، اي خدمة؟ نحن شايفينك طولت ما اتصلت علينا، قلنا نتصل عليك نحن. واضرب لكم لشنو؟ اميتكم بقت ما بتضرب، الحمد لله بقيتوا تشوفوا شغلكم بضمير ما زي زمان. ده لأننا بعد تكوين الحكومة الجديدة بقينا نراقب ذاتنا ونحاسب أنفسنا على أخطائنا ونطور آلياتنا وفي إطار اسمع هو ماله يتفلسف كده؟ اسألوا انه الكهرباء بقت ما بتقطع ليه؟ انتوا صحيح مالكم بقتوا ما بتقطعوا الكهرباء زي زمان؟ أولا لأنكم بترشدوا الاستهلاك وبقت عندكم روح وطنية طاغية. ثاني شيء الطاقة الشمسية ومشروعة خفف الضغط على الخزان. وثالث شيء أصحى عشان حلمك ده رصيده صفر. الماحي هاي قاعد في المينات. الله يقطعك انت يا اخي، مالك يا مرة يا اخي؟ الكهرباء دي قطعت ما شايفها؟ شكل الأمية دي يا أخوي ضربت، أضرب لهم سريع عشان يصلحوها. عجيب نمت تاني؟ لا نوم لأنه في الحلم هم اللي بيتصلوا براهم. عم الماحي حيقول لكم كلام. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من سيربح الكاش. جاهز يا عم الماحي؟ جاهز، ما تقول انا عطشان كاش. السؤال الأول وجائزته $200. قبال ادخل الاستوديو الدولار كان ب52، هسه بكون عمل كم؟ من أطول الأنهار في أفريقيا، نهر جوبا الصومال، نهر الميسيسيبي، نهر الأمازون، نهر النيل. نهر النيل طبعا. إجابة صحيحة. انت الآن عندك $200. احلف جد. اهم شيء تديني لها كاش دولار، انطح دولار، لأنه الشيك ده بيجهجهوني به. السؤال الثاني $400. $400 في 3 وكم بيكون عامل 58، في 58 معاك والله قروش. أكمل المثل التالي: عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، في البقرة، في الحلبة، في التكلة. من أول صعبة كدي عايزين تطيرونا صح؟ ما بطير لكم بأخوي وأخوك، عايز أشوف وسيلة الجمهور. إذا نسأل الجمهور. الجمهور قال الشجرة ولا العزوزام. الجمهور ده ما مضمون، مرات يكونوا عايزين نفشلوا حاقدين عليه في الضرورات الجاتني دي، كده يحذف إجابتين. الرجاء حذف إجابتين. ده شنو ده؟ خدت لي التكلة والشجرة، أنا كنت شاكي في البقرة. أقول لك حاجة، اتصل على صديق. صديقك منو؟ حاجة توم، صديق حياتي البثق فيه. طيب نتصل على حاجة توم. ألو حاجة توم، معاك برنامج من سيربح الكاش، وعندك هنا معانا صديقك الماحي اسماعيل الماحي. في 30 ثانية مجرد ما يبدأ السؤال جاوبه. اتفضل يا عم الماحي. الو صديق في وكيل جيدة. شنو ده الدم ده؟ الو يا توم، في مثل بيقول عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة والتكلة. الصوت ده ما هدو كده. ها يا ولد، أدوس يعتفون الخضرة ولا الحمراء؟
الحمراء. 30 ثانية خلصت. ما قسمتي. أحسن حاجة أضمن الكاس في يدي ده وانسحب واشيل من التاني. والمثل بيقول عصفور في اليد ولا 10 في الشجرة. الماحي الماحي الماحي. خلعتني يا صوتك زي الكراكة. انت يا مرة سقط ما بتنومي؟ حسي كده الحق الحرامي ده كوبال ما يشرد. ما يشرد كان شرد. ثم ثانيا ده شغله. انت من زمن الحرامية اللي بيتلبوا بالبيوت ونعم بيسرقوا كيف ده؟ أسألك النبي الكوبري الجنبنا ذاك وما سووه ذاته. هاي الكوبري ذاته إجازة في كله. خليه اللي تلب كعب اللي بيسرقوا بالدس. الماحي هوي كان ما بتقدر عليه يا أخوي وحياة الله كورك لك ناس الحلة ويتلموا حسي كلهم. قمت ذاك يومك إن شاء الله. أجي الماحي مش العكازك ده؟ أنا عندي سلاح أقوى من العكاز بمراحل. وينه؟ تلمية ده الحرامية. تلمية ده الحرامية. شنو ده؟ انت حرامي ولا عمره؟ انا يا هوزاتو. هي لكن معقول زول في عمرك ده بيسرق؟ انا جيت مستهدف مطبخكم وفي المطبخ ده ثلاجتكم. ثلاجتنا غير الأدوية والموية ما فيها أي شيء. لا ما عايزك، انا عايز دواء. يعني شنو؟ شايفك طوالي بتشتري من الصيدلية أدوية وأي مرض عندك يعني بعدين الدواء غالي وأنا جيت أختار الأدوية المحتاج لها من ثلاجتك. هاي لكن كذب تمرض حياتك وممكن تدخل نفسك في خطر. كده وريني انت لقيت شنو؟ لقيت ده وده بس الروشتة دي ما لقيتها. خلاص جيب الروشتة اللي عندك. ما فهمت أي حاجة. هاك دي نفس النوع لكن من شركة تانية. صفية جيب له موية يبلع. انت متأكد انه دواك ده بينفعني؟ اكيد يا زول ومفعولة سريع كمان. الحمد لله. يا زول بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله. صفية اضرب التلفون. اضرب الشرطة؟ لا يا اخ الاسعاف. الظاهر علي اديته دواء غلط. عزيزي الحرامي لا تسرق الدواء الا بعد استشارة الطبيب المختص. عم الماحي حيقول لكم كلام. الماحي ده بتنجى من الحكي. هسه يجي ملانين يبقى من الصباح ويجي يتدين مني. هلقاها منه انا ولا من ناس الضرايب يا اخي؟ السلام عليكم. شنو؟ رد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك بالتمتم كده زي العامل لك مصيبة. سريع عايز لي حاجات لأنه معي ضيوف. الحلة كلها جاتني إلا أنت. ما عرفت نجيت من الحج ولا شنو؟ والله حج مبرور يا أخي وذنب مغفور. والله أنا ذات ما قصرت معاك وما نسيتك ودعيت لك هناك إنه ربنا يهديك وتحس بالمواطن ويشفيك من مرض الجشع اللي انت فيه ده. كتر خير. ده جزء من ديونك علينا. اديني بكتة بارد وبالمرة افتح الدفتر بتاع الديون حقتي عشان اشوف البي والعلي. افتح الدفتر ده سريع. الظاهر انه الماحي ده عاوز ينظف دفتره ويحل ديونه. والله لو كنا عارفين بعد الحج بتسدد ديونك كان وديناك زمان. يا اخي ما تفتح الدفتر ده عامل خطك زي مشي الجدادة في الرملة ده. سمع فتحته. حسابك القديم 1255 جنيه. زيد ليه بكتة بارد 1320. بالمناسبة أنا ما نسيتك. هكذا دفتر ديون جديد جبت لك هدية معاي من هناك. انقل القديم في الجديد وغير اسمي من الماحي إسماعيل للحاج الماحي إسماعيل الماحي. عليلك يا ولدي عليلك يا ولدي مسافر مخليني. دعواتك يا يمه. دعواتي ملازمك محل ما تقبل. عين قبال ما نمشي يا ولدي
حق المشوار للمطار مقدم. يا حاج الدنيا طايرة بعد نصل بعدين أنا بديك. المغتربين دول الواحد أول ما يجي ناير ولونه فاتح ويحسسك إنه القروش اللي عنده ما ينزل، خليه كم شهر بس حق التاكسي للمطار بيكون ما عنده. عليك الله، حق التاكسي اداك اياه منه. عندي قاعد عندي قروش. عليك الله، شلته منه. ادتني لي أمي. مال الاغتراب بيكمل من أول إجازة. الواحد فيكم يجي يوم واحد بس يتجرس من البعوضة ولسانه يتعوج. الحين والسيارة وخبز زي التقول مولود هناك. وهناك تقعد تتجرسوا، اشتكت لك التاحة وقطعة الكهرباء ولمة الناس. وأول ما يجي يقعد له أسبوع هنا يقول لك أنا ما قاعد معاكم لأنه البلد بقت طاردة. هسه دي ما البلد اللي تربيت فيها، يربوك إن شاء الله كده للضبيحة. يا حاج طيارة مواعيدها قربت يا أخ. المطار ملحوق. عليك الله، انت خريج شنو؟ أنا مهندس بيولوجي. ما شاء الله. وهناك شغال شنو؟ شنو؟ شغلة تلقى شغلة ما عندها أي علاقة بالبيولوجيا، وهنا تقعد تتفلفس فينا. ما بشتغل إلا في مجالي. عايز أنزل شنطتي يا أخ. يعني اقتنعت إنه الوطن ما بتبدل وحتقعد بس؟ ما بقعد بس ولا حاجة، الطيارة زمان فات، حسافر في طيارة بكرة. أخير أنا بسافر وبجي، في ناس بتسافر وما بتجي إلا في صندوق. على قولك في إحصائية شهر 12 الفات ده يوم 3 و4 و5 أكتر من 12,000 تأشيرة. يعني في الشهر بيطلعوا من البلد حوالي 200,000 إنسان، وفي السنة 3 مليون. يعني بعد 10 سنة آخر واحد طالع يطفي النور ويخط لنا المفتاح جنب الكوبري. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. عليك الله يا جنى. نادي لنا دكتور العظام. 900 جنيه. شكلك فهمتني غلط، أنا ما داير شوربة عظام، داير أخصائي العظام. 900 جنيه. رشوة؟ يعني معناه أنت مرتشي. ما قصدي يا خال. أساسا أنت وأمثالك السبب في تدهور البنية التحتية والخدمة المدنية والطب والإنسانية. بس افهمني، جا الوقت أن نفهمك نحن زمن التساهيل والظرف تحت الترابيزة، ولا يعني عشان 900 صفية دي يموت حيلك شهر الله عليك. قول آمين. آمين. يا ما ناس ماتوا عشان ما لاقين حق الدواء. الإسعاف حلف ما يجي إلا نديه 800 كاش. قاش شنو بالكيلو؟ إسعاف ده ولا إقدارة؟ وريني دكتورك ده وين وأنا بناديه بلاي. تالت مكتب يمينك. مرتشي. مرتشي. بسم الله، انت منو؟ أنا عمك الماحي إسماعيل، جيت ومعايا زوجتي المصون صفية مريضة. يا أخي جينا ومستنينك في الطوارئ تجي تشوفها. قالوا إلا ينادوك. مشينا الموظف داك قال إلا يدوه رشوة 900 جنيه. بس دي ما رشوة، دي رسوم فرضاها إدارة المستشفى لأنها خاصة. كان ما عندك قروش أمشي المستشفى الحكومي. المشكلة المستشفيات الحكومية ما مؤسسة وما منهجة زي مستشفياتكم دي. والله الدولة لو اهتمت بيها كان انتو طار ليكم. والله إلا تقلبوها فنادق. تمشي معاي ولا أرجعها ترجع يومها. عندها كسر وبتحتاج عملية ب56,000 بغرفتها. عندها أدوية قد تصل تكلفتها 6,000، ده غير قروش المسامير والمسطرة، وده كله كاش. آخر كلام كم؟ عشانك جيب 40. 30 كيف معك؟ يفتح الله، أمشي مستشفى حكومي وادفع بالتأمين. ألو أحمد، الظاهر علينا هنلغي العملية. يا سلام. ايه يا حليل، زمان كنا بنداوي الكسور بالجبيرة وشوربة الحمام السخنة، لكن الحاصل في البلد دي داير له كم جبيرة. أجي الماحي الشوربة دي لي أنا، مالك أنت؟ أنا خاطري مكسور. الفاتحة. اللهم اغفر له وارحمه. ده شنو ده؟ رفعته ولا شناجنة؟ لا لسه،
الليلة حنرفع المسا. بس لقيت الخيمة فاضية. إعلامكم ضعيف ولا شنو؟ ولا أنت ما بتمشي للناس؟ شكلك من النوع لا بتعرف خالك لا بتعرف عمة العمل اللي كايسك. لا يا عم المحي بس معقولة ده عزا؟ أنا حاسس قلت أجي أعزيك وألاقي لي كم نفر من دفعتي قبال ما يتوفوا ونستعرض ذكريات الزمن الجميل. دقيقة يا عم المحي، ديل ناس عايزين يعزوا. بالتلفون؟ الفاتحة. ازيك يا ابني؟ كنت في جروب العزا على الفيس والواتس، لكن شكلك كنت ما في. يكون رسلوه يجيب تلج. بس بكون خدت تلفوني في الشاحن. كنت لازم اعزيك بمكالمة فيديو. كتر خيرك، والله أحسن من ناس اللايكات اللي بيعملوا لايك لبوست العزا دي. التقول عجبني إنه المرحوم ده مات. تمنو؟ أنا الماحي صديق المرحوم وكنا أصلا ما بنتفارق نهائي. ربنا يصبرك ان شاء الله. أيوة يصبرني على الشايف ده. جنى عليك الله، أكرم الناس ديل بشاي وموية شكلهم ضاربين من مكان بعيد، كمان يقولوا لك جينا عذاب أبو حسن وما جاب لنا شي. صور له الشاي ده والجبنة دي ومعاه حبة موية ورسلها له واكتب له نتفضلوا. سكركم خفيف ولا كتير؟ ملعقتين بس. سامح كوبا جنى، كبوك في جهنم إن شاء الله. انا عاوز اكفر على عثمان صاحبي، قالوا عيان قبال ما الشبكة تطش كمان. والله زول واجب تب. وحولت لك 1000 جنيه في حسابك بتاع الكشف. يا جنى أنا ماشي، وبعدين حاخش لك في اللايف بتاع رفع العزا وعندي كلمة حاقولها عن المرحوم. طيب الغدا يا عم الماحي؟ رسل لي في الخاص. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. يا لطيف الطف. مالك يا جنى؟ ودي شنو؟ دي شيلتي. رجعوها عليك لشنو؟ التياب طلع ضيقات؟ اجينا انت شيلتك دي جبت عليك سنه، مالو ارسك ده بيتم المدقر لك شنو؟ ولا مختلفين؟ اختلاف ايديولوجي. يتكلم عربي الدلجه تنزلك فيها عليه صلعتك الكبيره دي. طلعوني ما عندي دور في الحراك الوطني. انت اصلا ما عندك دور في الحياه، لا بتزور زول لا بتواجب زول. انت مش جارنا نادر ود عثمان وامك دلاليه بتاعت العده؟ يس يا خال. اها انا ما عرفتك. عارف قالت لي شنو؟ قالت لي الناس كلها مشت القياده وعملت سلف القياده الا انت ما مشيت ليه؟ وانت مالك ما مشيت؟ شكلك مندس، وشك ده اصلا ما ريحني يا خال. انا كنت مندس كان مشيت اندسيت في نصهم، بس انا شغال من الشغل للبيت من البيت للشغل. طيب لما 6 ابريل طلعت الثوره مليونيه انت كنت وين؟ في المواصلات. ولا حاولت تنزل بوست ساي تبيض وشك في الفيس تقول اللهم احفظ بلادنا؟ ما عملت لايك ولا مشاركة؟ بصراحة لا عملت ولا حتعمل. والله يا ولدي موقفك صعب جدا، وانا لو في محل نسابتك بقول انك لا يا خال انا سوداني. خلاص عندي لك حل، تمشي تشارك في المواكب الجاية. مواكب تاني مش وقعوا؟ مواكب تردم البرك وتحفر المجاري، وانا بصورك وبتاقي لك نسيبتك. انت لسه واقف هنا؟ هاك شبشبك ده. امك هجمة مرتدة. الله الزول ده ماله؟ لا ده نسيبته عملت له اقصاء. يا الله والله نمت نومة طويلة خلاص. والله مفروض هجيب لي الصولات ديل الكهرباء من قبال ساعتين حسب الجدول. يعني انا جوطة شديدة خلاص. يعني جدول دخل في مبدات، الصولات جات في الكلاكلات. انا احسن اولعها في الصولات واطفيها تاني اولع مبدات. البلد بقت تولع وتطفي تقول موصلينها بالصوب. يا اخي انا احسن اطفيها كلها وامشي اسوي لي شاي يا اخي. الليلة ما هفتح لك كله لحد ما اجيب الكهرباء للمواطنين وانقل لايف كمان. اعزائي متابعين صفحة الكرام، الليلة قدرت اوصل لكم مكان القطاع اللي بيقطع الكهرباء وغررته. يا جوا افتح الباب يا اخ.
انت لا بتشعر لا بتنوم، شغال فينا قطوعات وبدون برمجة كمان. بس يا خالد انت دخلت هنا كيف؟ جيت بالسلوك. هاي ده شنو كمان؟ قال جدول، قالت والله بنقطع كله 6 ساعات ومرات عند اللزوم زي الدواء. عليك الله افتح الباب يا اخ، كتب الجوط لنا الجدول براها جايطه يا اخ. الجدول يابا تقع فيه ويغرفوك منه بالكوريك، خلينا جدولكم علي انا. يا اخي استهلاككم ده نسبته كبيرة وما قاعدين ترشدوا، وبعدين يا اخي البلد في مرحلة جديدة يا اخي، ساعدونا بالصبر. في وكالة فضائية امبارح اكتشفت بالصدفة في شامة سوداء ولا حفرة ما عارف في الكرة الأرضية، لقوا انه ده السودان بسبب قطوعاتكم البدون سبب دي. انت كده بتتعرض للمساءلة القانونية. وانتوا اللي بحاسبكم منو؟ يا اخي تعالوا نتفاوض معاكم، نحن برانا نقطع الكهرباء ونجيبها في الزمن اللي بتدونا ليه انتوا. الليلة بسببك حاتلفت، لانك انت ما جايب خبر، مويتك باردة ومكيفاتك شغالة. والله لو بتسمع الدعاء اللي بدعوك ليه والناس تستغيل كل يوم، لكن بعد كده انا حولع البلد كلها. لا ارجوك. يتمنى لكم الماحي اسماعيل الماحي تيارا كهربائيا مستقرا ودائما، وقطعت ما قطعت صابنها. وجه عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. الحمد لله هنا امان. لو سمحت يا لطيف يا اخي ما خلعتني يا اخي. معلش الجو برا كيف؟ مطرة شديدة. يا اخي ما تخليك جادي يا اخي ما تبقى واضح وتواجه طلابك. بس انا انتم 200 حتبقوا حاسمين يا دكتور. يا اخي الدال دي كان ما بيحترموك عشانها، اديني لها شدة 2 3 يومين. يا اخي انا ما دكتور. يعني استاذ مساعد؟ لا يا اخي انا طالب ناضج ولا منتسب؟ نظامي، انا نظامي. ومالك كبير كي تلقاك بليد وجنك تعيد السنة وبالشف. انا ما عدت السنة، بس الجامعة ما مستقرة، دخلتها وشعري قال لي هنا كل سنة تكتم ويقفلوها. وليه يعني؟ صراعات سياسية. يا اخي انا كتمت في الشارع، جيت جاري الجامعة لقيت الكتمة ذاتها هنا، والغريبة لقيت الطلبة بيلعبوا حلب مع بعضهم. ده كله بسبب ديل. ليه؟ ما ديك فازوا في الانتخابات وديل ما رضوا بيديك، ولو ديك فازوا ديلاك بيجوا بيكتموها في ديل، وديك علي وعلى اعدائي. واحنا في النهاية مستقبلنا يضيع. وانت فضل لك مستقبل. القدر كتش شاف واحفاد، تلقاك لسه عرس ما عرست، وده كله عشان اتحاد طلاب الجامعة. انا شايف حقه السياسة دي تطلعوها برا الجامعة نهائي وتتفرغوا للقراية، لانه البلد محتاجة لكم، وبدل الاتحاد عمادة الطلاب هي تقوم بشؤون الطلاب. على جميع الطلاب إخلاء الجامعة بناء على قرار إدارة الجامعة. تم تعليق الدراسة حتى إشعار آخر. معناها يا طالب انت بعد تتخرج حتكون خرفت ونسيت القريته. اتشتو ده شنو ده؟ ده شكله باب السواق، لكن الحياة تجارب كده أن سجرين قطر للدنيا والزمان. هاي القطر دور، هاي ده شنو دور هاي. يلا يا لذيذ نعمل سيلفي القطر. عين قد عليك حق القطر كيف؟ عين يا عمك الحقنا في شروني. عليك الله صور فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الركاب الأعزاء، الماحي إسماعيل الماحي يحييكم من هذا القطار الجميل، وعقبال ما نعمل لكم طيارة مواصلات عشان نتفادى الزحمة في الشوارع. والقطر ده للمعلومية ما حق الحكومة، حقكم انتوا، عشان كده ما عايز واحد يكتب لي تذكار من عمار، وإذا مر بالجبال يهداها وبالبحار يجففها ويجففك الباء. والله يلقى لي زول مشخبط أشخبط لكم عيونكم. والله يبدأ عامل مشاهدات كمية. بالنسبة لناس التسالي، إياكم ولما القشر في الوطا، ما تفضحونا يا أخي. بعدين يا أخي لما تيجي تركب القطر لازم تركز على مزيل العرق، وكان مفلس زيي ليمون وشب. وناس اللبان تاكل التم شايفك انت ولبان. يا شباب فيكم واحد بيعرف يسوق القطر؟ بصراحة أنا كنت سايق وبس ما قدرت أوقف. ده شنو ده؟ والقطر اصلي ماشي براو والسواق وين؟ انا السواق.
البيقة ما بحلكم تاكلوا اللوبان ويكتبوا تلفوناتكم تقلبوا بس. وجع. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ده صف شنو؟ يعني حيكون صف شنو؟ ضفور مخبز، ما شايف اللافتة؟ يا إبراهيم اللافتة ما دليل على المكان. أنا أمس لقيت لي ترزي مكتوب في محله بغالة اليغين ومكتوب يوجد لدينا روب. قلت له عندك روب؟ صدق طلع عنده؟ عليك الله كان قاعد في بيوت كان وعستن كترت كان ما أحسن لك من الوقفات في الصف ده. هسه الرغيف ده شو بيعملوا؟ ماله الرغيف حسي يا عمو الماحي؟ رغيفتنا زمان تفطر منها وتتعشى وباقيها تشربوا شاي الصباح. كانت 10 بجنيه والكيس منه، تاني بقت 5 بجنيه والكيس برضو منه. كتر خير لغاية ما قصروا. تاني بقت 2 بجنيه والكيس منه. هسه بقت 1 بجنيه وما لاقينها والكيس ب3 جنيه وقالوا حالته منعوا الكيس. خلاص يا الماحي خش الصف، يلا خش الصف. أنا ما باكل رغيف مقاطع. طيب جابك الفرن شنو؟ جاي أتعلم منكم وحدة الصف والصبر. معلش يا جماعة الكهرباء قطعت والجنريتر ما فيه جاز عشان نجيب جالونين خلاص. عمو الماحي ما بقى لي يا أخوي عندك عجينة مرة وأنا ذاتي دايرة لي عجينة مرة. بديكن لكن بشرط. شرطك شنو؟ تقيف الصف. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أديك أمانة. شايف الشنطة دي؟ دي كلها قروش؟ عاوزك تسأل أي زول تلاقيه عن حاله، اللي بيقول لك الحمد لله تديه له طوالي. أنا حامشي وحاجيك العصر عن إذنك. والله دي حاجة غريبة، يا ريت لو وداني لها أكان قفلت طوالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لقي الزول؟ والله يقول لك النصيحة من انت فتني بجاي. انا ما خليت لي زبون لا زول مر بالشارع ما سألته من حالته. اللي بيقول لك هو مدهدك واللي بيقول لك زي الزفت واللي بيقول لك غاية الناس دي كلها ما عايزة تقول الحمد لله. ماله؟ ها بخيتها كهرباء تكهربكم كلها بتاكلوها ولا شنو الكهرباء؟ ولا فضل كل اكفلي ينقفل عليك فرن ان شاء الله يتي. انت حالك كيف؟ انا زي الزفت. جيب الشنطة. يا حليل الحمد لله. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام. يا لطيف الطف مالك أجنة ودي شنو؟ دي شيلتي. الدعاء عليك لشنو؟ التياب طلع ضيقات؟ أجنة انت شيلتك دي جبت عليك سنة مالو إرسك ده بيتم المدقر لك شنو؟ ولا مختلفين؟ اختلاف ايدلجي. اتكلم عربي الدلجة تنزلك فيها عليه صلعتك الكبيرة دي. طلعوني ما عندي دور في الحراك الوطني. انت اصلا ما عندك دور في الحياة، لا بتزور زول لا بتواجب زول. انت مش جارنا نادر ود عثمان وامك دلالية بتاعت العدة؟ يس يا خال. انا ما عرفتك. عارف قالت لي شنو؟ قالت لي الناس كلها مشت القيادة وعملت سيل في القيادة الا انت ما مشيت ليه؟
وانت مالك ما مشيت؟ شكلك مندس، وشك ده اصلا ما ريحني. يا خال انا كنت مندس كان مشيت اندسيت في نصهم، بس انا شغال من الشغل للبيت، من البيت للشغل. طيب لما 6 ابريل طلعت الثورة مليونية انت كنت وين؟ في المواصلات. ولا حاولت تنزل بوست سايت تبيض وشك في الفيس تقول اللهم احفظ بلادنا؟ ما عملت لايك ولا مشاركة؟ بصراحة لا عملتها ولا حتعمل. والله يا ولدي موقفك صعب جدا، وانا لو في محل نسابتك بقول انك. لا يا خال انا سوداني. خلاص عندي لك حل، تمشي تشارك في المواكب الجاية. مواكب تاني مش وقعوا؟ مواكب تردم البرك وتحفر المجاري، وانا بصورك وبتاقي لك نسيبتك. انت لسه واقف هنا؟ هاك شبشبك ده. امك هجمة مرتدة. الله الزول ده ماله؟ لا ده نسيبته عملت له اقصاء.